مساء الفل يا أهلاوية، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة في الكنبة في الملعب أو بودكاست بتاعكم الكنبة في الملعب. احنا النهاردة خلاص على أعتاب مباراة مهمة جدا جدا جدا. أول مباراة لينا مع في أفريقيا مع شبيبة القبائل. مباراة صعبة جدا، مباراة مش سهلة خالص خالص خالص. هي أصلا المجموعة مش طبيعية، المجموعة من أصعب المجاميع اللي الأهلي وقع فيها. فبالتالي احنا عندنا مباراة صعبة جدا جدا. يا اما هندخل جامدين جدا وهنكمل ونجيب البطولة، يا اما هنبتدي ندخل ونتكعبل ونجري ورا النقط، وانتوا عارفين لما احنا بنتكعبل وبنجري ورا النقط الدنيا بتبقى عاملة ازاي. فاتمنى ان شاء الله ان البداية بتاعتنا تبقى بداية قوية جدا جدا جدا، وان شاء الله تبقى البداية بتاعتنا مع شبيبة القبائل. شبيبة القبائل يا جماعة فريق مش سهل خالص 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 خالص. طبعا انتوا فاكرين او انتوا عارفين احنا معانا مين. احنا معانا يانج افريكانز وشبيبة القبائل والجيش الملكي. الثلاث فرق جامدين. الجيش الملكي جامد جدا جدا جدا، وفي رضا سليم طبعا لو انتوا عارفين رضا سليم. وشبيبة القبائل يا جماعة، شبيبة القبائل ده احنا لعبناه 6 مرات. ال6 مرات احنا ما كسبناش غير مرة واحدة بس. فتخيلوا ان احنا تاريخنا معاه من 81 لحد 2025 لعبنا 6 مرات، كسبناش غير مرة واحدة بس. اتعادلنا معاهم 3 مباريات. ف فرقة جامدة جدا جدا. الماتش مش سهل خالص خالص خالص. تاني الفكرة كلها، بصوا ان افريقيا اول ماتش ده بالنسبة لنا مش ماتش سهل. يا اما هيسهل عليك وتجمع نقط اللي جاي كله في بداية افريقيا، يا اما بيسهل عليك الموضوع اول ماتش ده ويخليك تجمع نقط بسهولة، يا اما بيصعب عليك الموضوع ويخليك تجري في الاخر عشان تلحق النقط. فهي دي النقطة كلها. فدي ماتش شبيبة القبائل صعوبته في كده، بس السهل فيه ان هو على ارضنا في وسط جمهورنا، وانتوا عارفين يعني ايه استاد القاهره، وانتوا عارفين يعني ايه جمهور النادي الاهلي. ما عندناش اصابات الحمد لله رب العالمين. زيزو تمام، امام رجع الحمد لله رب العالمين، ونزل التدريبات ونزل التشكيل خلاص باذن الله. تريزيجيه جاهز، والناس كلها تمام. بن شرقي تمام، وجراديشار تمام. فاحنا ما عندناش مشكله في اي حد. فاحنا المره دي داخلين جاهزين، ما عندناش اي حجج او قد ما فيهوش هزار. يعني من الآخر إحنا معانا فريق جاهز يفتح الماتش في أي وقت. بس خليني أقول لكم على حاجة يا جماعة، في الأهلي عمره ما كان بيفرق معانا مين بيبدأ ولا مين مش بيبدأ. هي الفكرة كلها عندنا في ده، الروح. الروح طول ما إحنا الروح معانا موجودة وطول ما إحنا تمام، مش هيفرق معانا إحنا بنلاعب مين. الأهلي لما بيدخل أفريقيا بروحه مش بلعبته، كده كده هنجيبها وكده كده هناخدها. طيب نتكلم بقى على شبيبة القبائل سريعا. شبيبة القبائل فريق محترم، فريق جامد جدا جدا، منظم دفاعيا جدا. هيفضل مقفل ورا طول الماتش، واحنا عارفين ده كويس. هو بيلعب في استاد القاهره وبيلعب قدام النادي الاهلي، فهيفضل واقف ورا. هيظبط خطوطه ورا كويس قوي 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 قوي، وهيلعب على المرتدات. فاحنا المنطقي ان احنا لازم نبقى مسيطرين كويس قوي 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 على نص الملعب، ونلعب بهدوء علشان نعرف نوصل ونخطف الجول. بس احنا لازم ندخل ضاغطين من اول الماتش، ما ندهمش فرصه، ما ندهمش متنفس، عشان نستغل كمان ان الجمهور موجود. الاهلي محتاج يثبت لنا ايه في الماتش ده؟ ان هو جاهز للبطوله، وان هو داخل من الاول كبير وما بيهزرش. وانا بصراحه يا جماعه مطمن. مطمن ليه؟ مطمن ان احنا عندنا لعيبه رجاله، وشفناهم في اخر ماتشين في بطوله السوبر كانوا رجاله. ولو كملوا بنفس الروح وكملنا بنفس العزيمه، احنا هنبقى تمام، وده اللي مطمني. طيب خليني بقى اقول لكم كلمتين كده، ايه، من القلب للقلب. احنا بقالنا فتره كل واحد فينا زعلان من الأداء، وشايف إن اللعيب لازم، لعيب معين لازم يقعد، ولعيب معين لازم يكمل. والأهلي عمره ما بيقف على حد، واختلافاتنا كتير قوي 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 الفترة اللي فاتت. بس احنا كجمهور الأهلي عمرنا ما كنا رد فعل ننتقد اللعيبة، ده العادي يعني. وخليكم فاكرين إن احنا صوتنا دايما أعلى من صوت أي أزمة جوه النادي الأهلي. فخلونا بكرة يا جماعة نبقى الجمهور اللي اللعيبة دايما دايما مستنياه، واللي احنا دايما في ظهر لعيبتنا. وانا متأكد ان الاهلي لو ضغط من بدري هنخلص الماتش بدري بدري ان شاء الله. واخر حاجة احب اقفلها معاكم، ان الاهلي طول عمره واجمل حاجة فيه ان هو مش فريق، احنا حالة. واحلى حالة واحلى حاجة هو انتوا، جمهور النادي الاهلي.